الحصى والرمال اكتبوها عشان دي مهمة. ما تبقاش قاعد بتسمع الحصة بس، اكتب يعني. طيب بسم الله. الدرس الأول الباب الخامس. قلنا ان الباب الخامس بيدرس العوامل الطبيعية، سواء كانت عوامل داخلية أو عوامل خارجية. وزي ما احنا شايفين مقدمة الدرس بيتكلم عن العوامل بشكل عام، لكن الباب كله ما بيتكلمش غير عن العوامل مين؟ الخارجية. بس عشان المقدمة بتتكلم أو الدرس بيتكلم عن العوامل الطبيعية، فكان لازم إن هو يوضح لي أنواع العوامل الطبيعية خارجية وداخلية. العوامل الخارجية والداخلية بتأثر على سطح الأرض، والراجل بيقول لي إن الثبات في الأرض ثبات ظاهري. ودي على فكرة مقدمة الدرس، والمقدمة مهمة جدا. الثبات في الأرض ثبات ظاهري، وده سؤال إجابته لأن العوامل الخارجية والعوامل الداخلية تأثيرها بطيء جدا، ولا يظهر تأثيرها إلا بمرور مين؟ السنين والأزمنة. زي ما قلت لك أي حاجة موجودة على الأرض زي الجبال أو الهضاب أو أي منخفض، الثبات بتاعه ثبات ظاهري. يعني أنت مش بتلاحظ إن الأرض ثابتة كده وخلاص، يعني لا، الأرض بتتحرك عادي، أو الأرض بيحصل عليها إيه؟ تغيرات أو تأثيرات، سواء كانت إيه؟ من داخل الأرض أو من خارج الأرض. فالعوامل الخارجية والعوامل الداخلية بتأثر فعلا في الأرض، بس التأثير ده أنت مش بتلاحظه. ليه؟ لأن التأثير ده بيظهر بعد إيه؟ بعد سنين كتير أو أزمنة عديدة، قد تكون آلاف السنين. تمام؟ فالثبات في الأرض ثبات إيه؟ ظاهري، والجزئية دي مهمة جدا وبأكد عليها برضه. طيب، في عوامل الراجل اتكلم عنها، كاتب لك عامل واحد بس خارجي واثنين داخلي، اللي هي الزلازل والبراكين. الرياح بتأثيرها الهدمي أو بالرمال اللي هي بتكون محملاه، بتغطي معالم كانت واضحة زي المباني ومين؟ والأشجار. يعني أنت مثلا عندك الشجر أو المباني اللي بتأثر دايما بالرياح، فالرياح دايما بيرسب عليها بالإيه؟ بالرمال. فممكن تلاقي الشجرة دي بعد 200-300 سنة أو بعد 1000 سنة لو كانت لسه عايشة يعني أو ما ماتتش، هتلاقي الرمال إيه؟ غطت على مين؟ على الشجر. كذلك المباني بعد مرور الزمن، المباني دي المعرضة للرياح، الرمال هترمي عليها إيه؟ أو الرياح هترمي عليها الرمال فتغطي معالم كانت إيه؟ ظاهرة. إذن المباني والأشجار اللي كانت ظاهرة جسمها يتغطى بمين؟ بفعل الرمال اللي بتأثر بمين؟ الرياح. والرياح دي من ضمن العوامل الخارجية المهمة جدا. طيب، الزلازل والبراكين. الزلازل بسبب الهزات بتاعتها أو الموجات بتاعتها، فإنها تعمل على ارتفاع أجزاء، أو يقول لك تبرز أجزاء من الأرض وتعمل إيه؟ انخفاض لأجزاء من الأرض بسبب الموجات بتاعتها. ولو خدت بالك في الباب الرابع كان عندي الموجات السطحية عاملة كده، صح؟ فالموجات السطحية بترفع أجزاء وبتنخفض مين؟ وبتخفض أجزاء. ده تأثير مين؟ الزلزال على الأرض. الكلام ده لما يكون الزلزال مدمر. الزلزال مدمر تعمل على ارتفاع أجزاء وانخفاض أجزاء. البراكين برضو بتغير من شكل الأرض بما إنها من العوامل الإيه؟ الداخلية، حيث أنها تضيف الصخور ملايين من الأطنان. زي ما كنا اتكلمنا قبل كده على فوائد مين؟ فوائد البراكين إنها تضيف ملايين من الأطنان إلى سطح مين؟ إلى سطح الأرض. تمام. يجي برضو في نهاية الدرس، طب ثانية بص كده، معلش ارجعوا عشان ما فيش مكان لهم هنا، ارجعوا ورا معلش. كده احنا اتكلمنا عن العوامل الخارجية زي الرياح، والعوامل الداخلية زي الرياح أو الزلازل والبراكين، وكل واحد فيهم بيغير من شكل الأرض. سواء كانت الرمال اللي جايه من الرياح بتغطي، يبقى كده غيرت من شكلها ولا لا؟ غيرت. كذلك الزلازل والبراكين، الزلازل بتأثر والبراكين برضو بتعمل ايه؟ بتأثر. تمام كده؟ طيب،
بيجي يعمل لك برضو مقارنة ما بين العوامل الخارجية والعوامل مين؟ الداخلية. وهو حد فيكم وهو بيذاكر يستاقي في الكلام ده. طبعا الكلام ده بيجي عليه أسئلة كتير، تمام؟ محدش يقول لك ده عمره ما يكون موضوع سؤال في امتحان. الحاجة اللي هتستهيفها ممكن تيجي لك في الامتحان. العوامل الخارجية قلنا عليها ان العامل الهدمي بتاعها اكبر منين؟ من البنائي. اما العوامل الداخلية العامل البنائي بتاعها هو اللي اكبر منين؟ من الهدمي، تمام؟ خلي بالك من القاعدة دي، شيل الحتة دي ممكن تجي لك ولا حاجة، تمام؟ العوامل الخارجية اللي لها علاقة بالغلاف الجوي والغلاف المائي. اي حاجة بتأثير غلاف جوي او الغلاف المائي فهي عوامل مين؟ خارجية، زي درجات الحرارة والرياح والامطار وما ينتج عنهم كلهم، سواء بقى كان في سيول او انهار او بحار او محيطات. مش الامطار هي اللي بتعمل انهار وهي بتعمل محيطات وبتعمل بحار، صح؟ ما كل ده ناتج منين؟ من الامطار. يبقى الرياح ودرجات الحرارة والامطار والبحار والمحيطات والخلجان وكل ده من ضمن العوامل مين؟ الخارجية. وخلي بالك هو ده اصلا محور دراسة مين؟ الباب الخامس، 7 عوامل. طيب اما العوامل الداخلية، العوامل الداخلية العامل البنائي بتاعها اكبر من الهدمي، وده اللي له علاقة بالطاقة الحبيسة او الغازات الحبيسة اللي موجودة في باطن الارض، زي الزلازل والبراكين والحركات مين؟ والحركات الارضية. كل ده ليه تأثير ولا ملوش تأثير؟ ليه تأثير. طب واحد يقول لي طب ما هو تأثير العوامل الخارجية والعوامل الداخلية؟ تأثيرهم ايه؟ هل فعلا في تأثير؟ هل حد فيهم فعلا بيفتت والتاني بيبني؟ هل فعلا هما الاثنين بيضروا الارض ولا في حد فيهم ليه فايدة ولا ايه بالظبط؟ الراجل قال لك تأثير العوامل الخارجية او العوامل مين؟ الداخلية. بص كده بيقول لك يكونوا حاجة اسمها ايه؟ التضاريس. هما الاثنين بيعملوا حاجة اسمها ايه؟ تضاريس. والتضاريس دي لها تعريف عندك اللي هي اشكال سطح الارض الناتجة عن مين؟ عن العوامل كلها، مش عوامل خارجية بس، لا عوامل خارجية وداخلية. يعني لو جينا مثلا اتكلمنا عن الجبال، هي الجبال دي مش تضاريس؟ ناتجة منين؟ من الخارجية ولا الداخلية؟ لا من الداخلية، صح؟ طب الكثبان الرملية بتنتج من الخارجية، صح؟ إذن في أنا عندي عوامل بتنتج أو أشكال بتنتج منين؟ من العوامل بنسميها مين؟ تضاريس، تمام؟ يبقى التضاريس أشكال سطح الأرض الناتجة عن العوامل الداخلية والخارجية. وقلنا يا جماعة اللي بيهتم بدراسة العوامل جيولوجيا إيه؟ طبيعية. أما اللي بيهتم بدراسة التضاريس هي الجيولوجيا الإيه؟ التركيبية. خلي بالك من دي، تمام؟ طيب تعمل العوامل الخارجية بتعمل ايه بقى؟ هنشوف بقى تأثير كل واحد فيهم. العوامل الخارجية تعمل على تسوية سطح الأرض بسبب تأثيرها الايه؟ الهدمي. يعني العوامل الخارجية زي الرياح أو الأمطار أو السيول أو أي حاجة من دي تأثيرها بيكون ايه؟ هدمي. فكل شغلتها ان هي تعمل على تسوية سطح الأرض بما يسمى المستوى القاعدي للنحت. تلاقي الأرض مستوية كده، ده اسمه مستوى قاعدي لمين؟ قاعدي للنحت، تمام؟ المستوى القاعدي للنحت ده بيقول لي هو المستوى الذي تعمل العوامل الخارجية على الوصول إليه. يعني كل شغلة العوامل الخارجية دي إن هي توصل الأرض للمنظر ده الخالي من التضاريس. يعني ايه خالي من التضاريس؟ يعني لا في ارتفاع ولا في انخفاض، الارض مستويه. والراجل بيقول لك في تعريفها يجب ان يتساوى مع مستوى سطح البحر. اذا مستوى سطح البحر هو المستوى اللي بيوصل اليه مين؟ المستوى القاعدي للنحت، اللي هو قلنا عليه 0 متر والضغط الجوي عليه 1 ضغط. فانا لما اجي اقول المستوى القاعدي للنحت ارتفاعه كام؟ هقول 0 متر 1 ضغط جو برضو فممكن يجي لك سؤال على الحته دي. طيب واحد يقول لي طب ما كده الارض هتبقى في حاله ايه؟ خلل. كده مش هيبقى فيه جبال ولا منخفضات، فكده هيبقى فيه خلل في الارض. فالراجل بيقول لك ايه؟ ولولا اعاده
التوازن. ايوه، مين بقى اللي بيعيد التوازن تاني للارض؟ العوامل الداخليه. ليه؟ ايه اللي هيحصل بقى لو ما كانتش في عوامل داخليه؟ لا اصبحت الارض خاليه منين؟ من التضاريس. لا، العوامل الخارجيه بقى، او اسف، العوامل الداخليه بتعمل ايه؟ اعاده توازن للتدمير اللي عمله مين؟ العوامل الخارجيه. عشان كده بنقول ان العوامل الخارجيه الهدم بتاعها اكبر من بنائها، عشان الحته دي ان هي كل شغلتها توصل لمين؟ للمستوى الايه؟ القاعدي للنحت، تخلي الارض مستويه، تعمل على تسويه مين؟ سطح الارض. ولكن لولا اعاده التوازن بواسطه العوامل مين؟ الداخليه، لاصبحت الارض خاليه منين؟ من التضاريس. صح كده؟ يبقى هل لهم تاثير ولا ما لهمش؟ لهم تاثير. ماشي يا جماعه؟ فسبحان الله العوامل الداخليه اللي احنا بنخاف منها وبنخاف من تاثيرها، اللي هي الزلازل والبراكين والحركات الارضيه، حاجات مفجعه ومخيفه جدا، بس سبحان الله هي دي اللي بتعمل اعاده توازن لمين؟ صح كده ولا ايه؟ طيب، ده تاثير العوامل الداخليه ومين؟ والخارجيه. لحد كده بقى، والعوامل الخارجيه الداخليه مش هنتكلم عنها تاني ابدا لنهايه المنهج. كده شكرا، انت خدت الزلازل والبراكين في الباب الثالث والباب الرابع، مش هنحتاجهم تاني. نتكلم بقى عن العوامل الايه؟ الخارجيه، لان هو ده اصلا محور دراسه مين؟ الباب الخامس. العوامل الخارجيه. انسى بقى العوامل الداخليه خلاص. العوامل الخارجيه تستمد نشاطها او حركتها من ضوء الشمس. ده يا راجل مديلي قاعده عامه ان كل العوامل الخارجيه، اي عامل خارجي هتشتغل عليه ان شاء الله، فهو طاقته ونشاطه جايه منين؟ من ضوء الشمس. وقلنا نضيف كمان ان المد والجزر بيستمد حركته من ضوء الايه؟ من ضوء القمر. تمام؟ ودي حته ان شاء الله هنحتاجها في الدرس الرابع في الباب الخامس ان شاء الله. طيب، بيستمد نشاطها من طاقه الشمس. العوامل الخارجيه لا تاثيرين، عامل هدمي وعامل ايه؟ العامل الهدمي ده اللي هو التفتيت، والعامل البنائي اللي هو مين؟ الترسيب. تمام كده؟ تمام. العوامل الخارجيه هنتكلم فيها عن التفتيت او مين؟ او التعريه. التعريه يعني ايه؟ اول حاجه تفتيت الصخور. ان انا اعمل ايه في الصخور؟ هعمل عمليه اسمها عمليه تجويه، والتجويه يعني تفتيت. ان انا اخلي الصخر بدل ما كان كتله كبيره اخليه ايه؟ فتات صغير اصغر حجما منين؟ من الصخر الاصلي، تكون حاجه صغيره يعني. صخر كبير خليته صغير. ده اول حاجه تفتيته. ثم عمليه النقل، نقله من مكانه لمكان اخر. ثم الترسيب، ولما اجي برسب في صوره ايه؟ طبقات، عشان بعد كده ان شاء الله الطبقات دي هيحصل لها تحجر وتكون صخور ايه؟ رسوبيه. اذا عوامل التعريه تتلخص في 3 عمليات: تجويه ونقل وترسيب. واوعى تنسى مين؟ الجاذبيه. الجاذبيه اللي بتبدا تنقل لك الفتات من على القمم وتخليها عند قدم الجبال، يعني تلاقي الفتات نازل يتدحرج كده منين؟ من على قمه الجبل لحد ما ينزل عند قدم الجبل. مين اللي ليه تاثير هنا؟ الجاذبيه الارضيه، بسبب قوى الشد بتاعها. صح كده؟ عشان كده قال لك ان الجاذبيه لها دور فين؟ في التعريه. حتى لما جه رتبهم لك في الكتاب قال لك ايه؟ تجويه ده 1، نقل وترسيب رقم 2، والجاذبيه رقم كام؟ 3. الجاذبيه لها دور مهم جدا. وصلت؟ طيب، التعريه هنوضح لها تعريف اكتر وافضل لما يكون مثلا عندي طبقات، 3 طبقات مثلا. الطبقات دهيا تعالى نخليها يحصل لها عمليه تعريه. اول حاجه مين اللي متعرض لعوامل الجو؟ رقم كام؟ رقم 3. هيحصل لها نحت ونقل ومين؟ وترسيب، فتتنقل من المكان تروح مكان تاني. مين اللي هيتعرى؟ اللي هيتعرى يعني هينكشف، يعني هيبقى متعرض لعوامل مين؟ متعرض لعوامل التجويه رقم 2. فحيث ايه؟ ينكشف سطح جديد. مين السطح الجديد اللي اتكشف؟ 2 اهو، الواحد لسه، ال2 اهو. هعمل ايه في ال2؟
هعمل له تعريه، نحت ونقل وايه وترصيد. مين اللي اتعرى؟ طبقه رقم 1 لحد ما الارض تبقى ايه بالمنظر ده، مستوى سطح البحر اللي هو المستوى القاعدي لمين لسه قايلين عليه دلوقتي. تمام ماشي، دي التعريه. طيب في بقى جزء من التعريه اللي احنا اصلا مهتمين بيه وعايزين ندرسه، اللي هو مين؟ التجويه. ده اللي انا عايزه بقى. ولحد نهايه الدرس فهو كل كلامه عن انواع التجويه. احنا لسه قايلين دلوقتي ان التعريه 3 عمليات، تجويه ونقل ومين وترصيد. انا همسك مين بس؟ التجويه. التجويه يا سيدي، التجويه يعني ايه؟ اول حاجه التجويه بيقول عليها تفتيت الصخور او تحلل الصخور. بص يا سيدي، في التجويه سواء كانت التجويه دي ميكانيكيه او كيميائيه. واحد يقول لي يعني ايه كيميائيه ويعني ايه ميكانيكيه؟ الميكانيكيه ان انا افتت الصخر واسيب المعادن بتاعته زي ما هي، ما اثرش فيه ولا حتى العب في تركيبه الكيميائي، اسيبه زي ما هو. انما الكيميائيه لا، ده انا هفتت الصخر واغير من التركيب بتاعه. يبقى لو انت سبت التركيب بتاع المعدن زي ما هو او الصخر تسيب تركيبه زي ما هو وفتته، يبقى تجويه ميكانيكيه. غيرت من تركيبه، اذا انت قدام تجويه ايه؟ كيميائيه. حلو الكلام؟ طيب يبقى في كلا الحالات انا هعمل ايه؟ هفتت، صح؟ فالتفتيت ده يتقال عن الميكانيكي ومين؟ والكيميائي. اما التحلل لا، ده كيميائي بس. التحلل هنا ده معناه انك هتضيف عنصر، هتفقد عنصر، هتعمل احلال ايه؟ جزئي مثلا، احلال كلي، صح؟ اضافه عنصر مكان عنصر، الكلام ده كله. فانت بتعمل تحلل، فانت قدام تجويه ايه؟ كيميائيه. تمام كده؟ عرفت الفرق ما بين التجويه الميكانيكيه والكيميائيه؟ طيب ده حاجه بسيطه. طيب يا سيدي، بص يا سيدي معايا، التجويه ان انا افتت الصخور، صح؟ انا مثلا اديك مثال، هل التجويه الميكانيكيه فيها كلكعه او فيها مشكله؟ لا. ليه؟ انت هتفتت الصخر، كل اللي انا عايز اعمله ان انا افتت مين؟ الصخر. تعال نشوف مثال على التجويه الميكانيكيه. ولنفرض قلنا كان في مثال عندنا اللي هو مين؟ صخر الجرانيت. الجرانيت بيحصل له ايه لما يتعرض للتجويه الميكانيكيه؟ هيحصل له عمليه تفتت، هيتفتت. بدل ما كان قطعه كبيره يبقى قطعه ايه؟ حلو. القطعه الصغيره دي ممكن تكون في حجم الحصى او في حجم الرمل، يعني حجمها كبير او حجمها، وقلنا الحصى اكبر من الباب الثالث، الدرس الثالث، اكبر من 2 مللي، يعني اكبر من كام؟ من 2000 مايكرون، او اكبر من كام؟ ايوه 2/10 سنتي. كل دي احجام مين؟ الحصى. المهم تكون اكبر من كل الارقام دي، كل الارقام دي واحده اكبر من 2 مللي. ايه اللي هيحصل؟ فان حجم الفتات الواحد، يعني الجرانيت اتكسر لحجم الحصى، فالحجم الواحد او الفتات الواحد او القطعه الواحده فيها 3 معادن اللي هي بتاعته، اللي هي مين؟ الميكا والفلوسبار والكوارتز. الثلاثه 3 مكونات. طيب اما بقى لو كسرت الجرانيت لحجم الرمل، حجم الرمل ده اللي هو من 2 مللي ل 62 مايكرون، ممكن اقول بدل 2 مللي اقول ايه؟ 2000 مايكرون او 2/10 سنتي. نفس الفكره دي الى كام؟ الى 62 مايكرون. فتته في الحجم ده، فان القطعه الواحده من دي غالبا هي احد مكونات مين؟ الجرانيت، صح كده؟ احد مكونات الجرانيت اللي هي ممكن تكون ميكا او فلوسبار او كوارتز. وقلت لك خلي بالك حرف عطف اهو، ميكا وفلوسبار وكوارتز 3 مع بعض يبقى في حجم مين؟ انما لو واحده منهم احتمال تبقى القطعه دي ممكن تكون ميكا او كوارتز او فلوسبار، فانا في حجم مين دلوقتي؟ حجم الرمل. اذا ده مثال للتجويه الميكانيكيه. هل انا بقى غيرت من التركيب الكيميائي؟ والله لا، الجرانيت اصلا ميكا وفلوسبار ومين؟ وكوارتز. انا لما جيت فتته لقيتهم زي ما هم، صح؟
الميكا والفوسفور والكوارتز. لو لاحظت ان في معدن فيهم اتغير يبقى دي تجويه ايه؟ كيميائيه. طيب ايه هي العوامل؟ عوامل التجويه الميكانيكيه. في حاجه اسمها عوامل فيزيائيه، في حاجه اسمها عوامل حياتيه. بص يا سيدي، عوامل التجوية الميكانيكية. أول واحدة تكرار تجمد وذوبان الجليد في شقوق وفواصل مين؟ الصخور. وقلنا احنا نلخص الليله دي كلها برسمه صغيره خالص، ونجيب جبل او هضبه، اي حاجه بس تكون مرتفعه. المكان اللي احنا شغالين عليه منطقه قطبيه او منطقه جبليه. منطقه قطبيه يبقى المكان اللي احنا فيه دلوقتي اما منطقه قطبيه او ايه؟ او جبليه. فقمم الجبال الصخور بتاعتها بتاع قمم الجبال، نيجي نقرب عليها كده هنلاقي ان الصخور، طبقات الصخور اهيت، بس هنا الطبقات فيها ايه؟ فواصل وكسور. تمام؟ الميه لما بيحصل لها ذوبان، هي الميه حالا متجمده صح؟ ولنفرض في تجمد ليلا في الشتاء، يجي في الصيف بالنهار درجه الحراره تبقى ايه؟ عاليه، التلج بيحصل له ايه؟ ذوبان، بيسيح. تمام؟ بس مش هيتبخر لان انا في مكان منخفض مين؟ الحراره، مش مرتفع الحراره. طيب التلج هيحصل له ذوبان فالميه هتدوب. طب الميه لما تدوب هتنزل فين؟ في فواصل وشقوق مين؟ الصخور. فتلاقي الميه نزلت كده زي ما قلت لك بشكل رأسي او شكل ايه؟ افقي. طيب يجي بعد كده مرحله التجمد، الميه تتجمد مثلا بالليل او في الشتاء. ما احنا قلنا يا جماعه الموضوع مش في يوم وليله، الموضوع محتاج ايه؟ فتره كبيره، سنوات صح؟ وازمنه. طيب فالميه هتتجمد في فواصل وشقوق مين؟ الصخور. ولنفرض ان القطر او الحجم بتاع القطر بتاع الفاصل ولنفرض 2 سم. تمام؟ المسافه ما بين كل ايه؟ صخر والتاني 2 سم، مسافه ايه؟ صغيره. الميه لما بتتجمد حجمها بايه؟ بيزيد. فالميه لما بتتجمد وحجمها يزيد بتضغط على جوانب مين؟ الصخور، فبتوسع الايه؟ الشق او الفاصل ده. فبدل ما كان 2 سم بقى 4 سم مثلا. يجي تكرر الموضوع تاني، يحصل ذوبان وكده يحصل تجمد. الفاصل بعد ما كان 4 سم بقى ايه؟ 7 سم. والموضوع يفضل ايه؟ مستمر، يفضل كده على كده مثلا سنه 2 3 10 المده اللي هو ايه؟ هيقضيها مثلا. تيجي تبص تلاقي الجزء بتاع الصخر ده اتفتت تماما، بدل ما كان كتله واحده بنسميها الكتله الام او الصخر الام، اصبحت الصخر الام اللي هي الكتله الواحده دي اكتر من كتله، اتفتتت، اتكسرت بسبب تكرار وتجمد مين؟ تكرار تجمد وذوبان المياه في الشقوق. فالصخور اتكسرت. طب لما هتتكسر هتنزل من على جوانب مين؟ من على جوانب الجبال، فهتترمي جنب مين؟ جنب الجبل. المنطقه ده اللي جنب الجبل اللي اترمى عليها الرواسب دي بيسموها قدم الجبل. قدم الجبل يعني ايه؟ نهايه الجبل من تحت. وصلت؟ ده اسمه قدم الجبل او قاعده الجبل، زي ما كنا بنتكلم في التوازن الايزوستاتيكي. تمام؟ طيب الفتات ده بقى بنسميه ايه؟ المنحدر الركامي. طيب نزل، ده اسمه تجوية ميكانيكية. عارفين ليه؟ لأن كل اللي أنا عملته إن المية تكرارها، تكرار التجمد والذوبان بتاعها فتتت الصخر وسابت الايه؟ التركيب بتاعه زي ما هو. وصلت؟ تيجي مثلا تلاقي فيه الصخور هنا كربونات كالسيوم، تلاقي الفتات بتاعه برضو كربونات كالسيوم، ما حصلوش حاجة، كل اللي حصل له ايه؟ اتفتت بس.
لا ضفنا ميه ولا شلنا عنصر منه ولا ضفنا اي حاجه ولا اي شيء. هو بس ايه، حجمه بدل ما كان كبير بقى ايه، صغير. مين بقى المسؤول عن الحركه دي؟ اختلاف درجه حراره المياه. درجه حراره الميه اختلفت. وصلت؟ خلي بالك من دي اول نقطه. اوعى تنسى ان المكان ده في اي منطقه قطبيه او ايه، او جبليه. طيب 2، اختلاف درجات الحراره. درجه الحراره تختلف، بس دي درجه حراره الجو. المكان اللي انا هتكلم عليه دلوقتي مناطق صحراويه، مكان صحراوي، مكان جاف، مناطق صحراويه جافه. ايه اللي هيحصل يا سيدي؟ والله الصخر اهو موجود في الصحراء، بالليل بيتعرض لدرجه حراره منخفضه، وبالنهار بيتعرض لدرجه حراره ايه، مرتفعه، سواء ليلا ونهارا او صيفا وشتاء. الصخر يا عيني كل شويه يجي عليه حراره عاليه، حراره منخفضه، حراره عاليه، حراره ايه، لحد ما يحصل ضعف للتماسك بتاعه، او التماسك المعدني بتاع الصخر ايه، يضعف، فيبدا يحصل له ايه، تشقق. مع مرور الزمن هيبقى عرضه لمين، للتفتت، صح كده؟ فبالتالي كده اتفتت بفعل درجه مين، حراره الجو. بس كده. هل انا غيرت من تركيبه؟ دي عوامل طبيعيه ولا لا؟ عوامل طبيعيه بنسميها العوامل الفيزيائيه او العوامل الطبيعيه، بس ميكانيكيه، يعني ما غيرتش من التركيب الايه، الكيميائي. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه، تخفيف الحمل نتيجه مين، التعريه. زي مين مثلا؟ رسمه برضو بسيطه نبسط الدنيا شويه. انا عندي مثلا طبقات الارض اهي، وتحت صخر ناري جوفي ايا كان من هو، جرانيت، جبرو، دايورايت، بريدوتايت. الصخور دي مستحيل تتعرض لعوامل الجو طول ما موجود عليها مين، طبقات، صح؟ هو انت لو مكان الصخر ده هتتعرض لعوامل الجو؟ مستحيل. ليه؟ لان في حاجه حامياك، في حاجه مغطيه عليك من عوامل الجو، اللي هي مين، الطبقات. ادي طبقه والثانيه والثالثه والرابعه. فعشان سيادتك تخلي الصخر ده يتعرض لعوامل الجو لازم يحصل كالتالي. اول حاجه، الطبقات ده هي يحصل لها عمليه تعريه. يعني ايه؟ نشيلها. هنشيل طبقه 4 و3 و2 و1. كده انا عملت ايه؟ خففت الحمل. ركز كده، العنوان بتاع السؤال ايه؟ تخفيف الحمل نتيجه مين؟ تخفيف الحمل على الصخور اللي تحت. خففت الحمل عليها ازاي؟ نتيجه ايه؟ انا شلت دي معناها في الجيولوجيا تعريه. عريت الصخور، شلتها، فاصبحت مين المتعرضه لعوامل الجو؟ الجرانيت او الصخر الناري الايه؟ الناري الجوفي. قلنا مش شرط الجرانيت، اي حاجه. الجرانيت اتعرض دلوقتي لعوامل الجو؟ لا لسه، هو لسه تحت. بس في نقطه بقى، هو مش الحمل عليه اتخفف، هيحصل له تمدد، يعني هيبدا يطلع لفوق. طلع لاعلى، يبقى اول حاجه انا بعمل ايه؟ تعريه. تاني حاجه بعمل تمدد صخري. يعني ايه تمدد صخري؟ يعني الصخر يتمدد الى اعلى، وبعد كده بقى يتعرض لمين؟ للتجويه. والله العظيم اتفتت عادي وحصل له قشور قرويه الشكل، فدي بنسميها تجويه ايه؟ ميكانيكيه. تلاقي الجسم بتاع الجرانيت اتشقق وعمل قشور قرويه بتاع كور كده وعليها ايه؟ قشور، يبقى دي اسمها تجويه ميكانيكيه. انما لو حصل عندي تحلل للصخور بتاعته او المعادن بتاعت الصخر اتحللت، يبقى دي اسمها تجويه ايه؟ كيميائيه. هو كده خلاص تعرض لعوامل مين؟ الجو. عوامل الجو بقى تتعامل معاه، غيرت من تركيبه يبقى كيميائي، ما غيرتش تبقى ايه؟ ميكانيكي. يبقى الفكره كلها ان انا عندي صخر تحت الارض عايزه يتعرض لعوامل مين؟
العوامل التعريه. يبقى اول حاجه ازيل سمك كبير من الطبقات التي تتواجد اعلاها، وبعد كده يحصل له عمليه تمدد، وبالتالي يتعرض لعوامل مين؟ التجويه او التعريه. طيب دي اسمها ايه؟ الثلاثه دول اسمهم عوامل فيزيائيه او عوامل طبيعيه. انما في عوامل حياتيه تانية زي مين؟ العوامل الحياتيه زي حاجتين: النباتات ومين؟ والحيوانات. الحيوانات اللي هي مين؟ الحشرات يعني تحت الارض وكده. النباتات، وركز، لو انا سايب النبات بتاعي او في نباتات موجوده على صخر والصخر ده فيه شق او كسر، فالنبات بيمد جذوره جوه الشق او الكسر ده وبيبدا يوسع فين؟ في الشق، فبالتالي بيضعف من تماسك الصخر. اذا كده النبات يبقى من ضمن العوامل الحياتيه البيولوجيه، زي ما كنا بنحل عوامل الحياتيه البيولوجيه، صح؟ بتاثر على مين؟ على تماسك الصخور. حلو، بس ما تقوليش بقى النبات واقف على صخر هيكسره، لا، لو الصخر ده فيه ايه؟ شق او ايه؟ او فاصل، فحتى لو بسيط النبات هيمد جذوره ويبدا يوسع عليه الشق، فمع مرور الزمن هيبقى ليه ايه؟ تاثير، فيعمل على ايه؟ تقشر مين؟ او كسر الجزء الخارجي منين؟ من الصخور. تلاقي الجزء الخارجي من الصخر مشق. ليه؟ لان النبات مدت جذوره جواه. كذلك برضو الحيوانات او الحشرات، الحيوانات التي تعيش تحت سطح الايه؟ التربه، او الحشرات، فانها تضعف من تماسك مين؟ الصخور، بما لها من تاثير ايه؟ هدمي، مما يضعف من تماسك وقوه مين؟ الصخور. دي التجويه الايه؟ الميكانيكيه بالتفصيل. طيب ناخد التجويه الكيميائيه، هي بسيطه مش صعبه يعني. الكيميائيه هي تحلل الصخور إلى معادن جديدة. أول حاجة هنفتت الصخر، بس هنغير من تركيبه ليه؟ الكيميائي بتاعه. تمام؟ طيب يا سيدي، ما هو العنصر الأساسي، الحاجة الأساسية اللي في التجوية الكيميائية بتأثر؟ المية. قبل ما نتكلم عن التجوية الكيميائية ونقفل بس الميكانيكية، إن أنا عندي من ضمن الأمثلة على التجوية الميكانيكية زي جسم مين؟ أبو الهول، أو التجوية بشكل عام. جسم أبو الهول عند نحته كان أملسا وإيه؟ ومصقولا، ولكن بمرور الإيه؟ الزمن 3000 عام أصبح جسمه إيه؟ مشقق وفقد لمعانه، صح؟ وأصبح خشن. ده عشان إيه؟ عوامل الجو عدت عليه 3000 سنة بس، بدل ما كان جسمه إيه؟ ناعم بقى خشن. فالموضوع مش محتاج زي ما قلت لك يوم وايه؟ يوم وليله كده، لا، الموضوع محتاج ايه؟ ازمنه وسنوات. طيب كذلك المباني الجديده والمباني القديمه. المباني الجديده جسمها بيكون ناعم ومصقول، صح؟ ويكون شكل الصخر او الرخام ده بيكون ايه؟ شكله جديد لسه ولامع، لانه لسه ما تعرضش لعوامل الجو لفتره ايه؟ كبيره. انما المباني القديمه فقدت بريقها وايه؟ ولمعانها بسبب تاثير عوامل الجو. دي التجويه بشكل عام. التجويه الكيميائيه، انا دلوقتي العنصر الاساسي اللي انا هلعب عليه هو الميه. المكان اللي فيه ميه يبقى ممكن الصخور اللي موجوده في المكان ده يحصل لها تجويه ايه؟ كيميائيه. تمام؟ اديك مثال، قال لك زي التماثيل اللي موجوده في مصر، والتماثيل والمسلات اللي اتنقلت الى مين؟ الى اوروبا والولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. التماثيل بتاعتنا اللي في مصر موجوده في اماكن جافه صحراويه، زي ما قلت لك المصريين القدماء عشان يحافظوا على الاثار بتاعتهم حطوها في مناطق بعيده عن الرطوبه، في مناطق صحراويه جافه. فبالتالي لسه التماثيل والمسلات بتاعتنا محتفظه بايه؟ بالبريق بتاعها. وصلت؟ جسمها لسه سليم زي ما هو، ما فقدتش بريقها ولا حاجه. انما التماثيل اللي اتنقلت لاوروبا كمناخ رطب، اوروبا وامريكا مناخ رطب، فالتماثيل اللي اتنقلت هناك سواء بقى لندن،
في انجلترا او في باريس فرنسا او في الولايات المتحده الامريكيه، فالمناخ هناك رطب، فالتماثيل هناك اصبحت ايه؟ مطفيه، فقدت بريقها. ليه؟ عشان اتعرضت لمين؟ للرطوبه. ده معناه انها اتعرضت للتجويه الايه؟ الكيميائيه. طيب ما هي العوامل اللي بتعتمد عليها، او ما هي العوامل اللي هي موجوده في التجويه الكيميائيه؟ اول حاجه عندي عمليه اسمها عمليه الامطار الحمضيه او الكربنه. ركز بقى عشان كده احنا بنختم الدرس. اول حاجه عندي عمليه الايه؟ سقوط الامطار الحمضيه او عمليه الكربنه. كنا احنا رسمنا رسمه كده تسهل لنا الدنيا شويه، اديكم عارفين. عمليه الكربنه اللي هو تفاعل مين مع مين؟ ثاني اكسيد الكربون مع مين؟ مع الميه. لو الاثنين دول اتفاعلوا مع بعض بيعملوا حمض اسمه حمض الكربونيك او عمليه الكربنه. هو تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع بخار الماء يؤدي الى سقوط امطار حمضيه. لو الامطار الحمضيه دي نزلت على اثار من الحجر الجيري فبتفتته. ده معناه ان الحجر الجيري حصل له عمليه ايه؟ كربنه. الحجر الجيري صخر ايه؟ رسوبي، حصل له عمليه، وقلنا هو مين اللي بيحصل له كربنه؟ الصخر ولا المعدن اللي جوه الصخر؟ المعدن. وبما ان الحجر الجيري كالسي يعني بيتكون من معدن مين؟ الكالسايت، اذا اي حاجه فيها كالسي او كالسايت يحصل لها عمليه، اذا الرخام يحصل له عمليه ايه؟ كربنه. يبقى انت عندك واحد رسوبي وواحد ايه؟ متحول، بيحصل لهم عمليه كربنه. راجل بيقول لك يفضل عدم استخدام الفحم كمصدر طاقه في المناطق التي يتواجد بها اثار من الحجر الجيري في المناطق الرطبه. يعني ايه؟ نرسم يا سيدي الرسمه وخلاص. انا عندي مثلا بحر اهو، وعندي مصنع صغير، والمصنع ده بيستخدم الايه؟ الفحم كمصدر ايه؟ مصدر طاقه. ركزوا معايا عشان تفهم يعني ايه كربون. المكان ده موجود فيه حجر ايه؟ حجر جيري. وبما ان المصنع بيستخدم الفحم كمصدر طاقه فيطلع انبعاثات من المصنع زي ثاني اكسيد مين؟ الكربون. وبما ان المكان ده رطب فهيطلع عندي بخار الماء، يبقى تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع الميه هيعمل لي امطار ايه؟ امطار حمضيه او حمض مين؟ الكربونيك. فتسقط الامطار الحمضيه على الارض اللي موجود عليها حجر ايه؟ جيري. اذا الحجر الجيري يحصل له عمليه كربنه. صعبه دي؟ كذلك الرخام يحصل له كربنه. طيب دي عمليه الكربنه او رقم واحد اللي هي الامطار الحمضيه. 2 عمليه الاكسده، وهو تفاعل الاكسجين مع مين؟ مع الميه، فيعمل لي عمليه اكسده. طب مين الصخور المعرضه للاكسده؟ هي اللي موجود فيها معادن غنيه بالحديد ومين؟ والمغنيسيوم. حلو. الراجل قال لي مثل البازلت. اشمعنى يا عم البازلت؟ قال لك والله عشان البازلت تركيبه الكيميائي قاعدي من الباب الثالث، تمام؟ وبما انه هو قاعدي يعني معناه غني بالحديد والكالسيوم والايه؟ اذا يحصل له عمليه. الراجل قال لك البازلت وغيره من الصخور. مين غيره من الصخور؟ ما هو بما انه قاعدي يبقى المكافئ بتاعه الجبرو والدوليرايت. ادي كده 3. طيب هو انت فاكر هم دول غنيين بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم؟ ده في الفوق قاعدي اكتر منهم. فالفوق قاعدي اللي هو مين؟ الكوماتايت والبريدوتايت او البريدوتايت، هما الاثنين مالهم؟ فوق قاعدي. يبقى انت عندك كام واحد؟ 5. 3 و2 ايه؟ 5. هو قال لك غيره من الصخور الناريه ولا غيره من الصخور؟ غيره من الصخور. اذا لسه عندك صخور رسوبيه زي الهيماتايت، زي مثلا حديد اسوان البطروخي. كل دول فيهم ايه؟ فيهم حديد، نسبه كبيره منين؟ من الحديد. يبقى انت عندك في صخر رسوبي الهيماتايت
حديد اسوان اللي موجود في منطقه البطروخي ده بيحصل له اكسده، والبازلت والجبر والدوليرايت قاعدي، والقاعدي ده غني بالحديد والايه والمغنيسيوم برضه يحصل لهم اكسده، والكوماتايت والبيريدوتايت فوق قاعدي نسبتهم اكتر من دول. يعني لما اجي اخيرك ما بين الكوماتايت والبازلت اقول لك مين فيهم اكثر تاثرا بالاكسده، هتقول الكوماتايت. صح ولا ايه؟ ليه؟ لانه فوق قاعدي مليان اوليفين وبيروكسين غنيين بالحديد والكالسيوم والايه والمغنيسيوم. تمام؟ فعشان تظبط الجزئيات ديت هتلاقي نفسك بتحاول ترجع للدرس الاول في الباب الايه الثالث. مهمه جدا، اربط الاثنين ببعض تلاقي الدنيا بقت سهله جدا. وصلت؟ فهمت الدرس الاول في الباب الثالث، فده بالنسبه لك تفاهه، حاجات سهله جدا. طيب ده عمليه مين؟ الاكسده. بص يا سيدي الفاضل، التميؤ ودي العمليه اللي قبل الاخيره، وقلنا يا جماعه والله دي الحاله الوحيده اللي عندي في المنهج تميؤ، اللي هو الجبس اللي جاي منين؟ من الانهيدرايت. والجبس والانهيدرايت بالذات الجبس يمكن الحصول عليه من خلال طريقتين، طريقه فيزيائيه وطريقه كيميائيه. الطريقه الفيزيائيه اللي موجوده في الدرس الثالث في الباب الثالث في تصنيف الصخور الرسوبيه، صخور رسوبيه كيميائيه النشأه زي المتبخرات. يعني انا ممكن اقدر احصل على الجبس من خلال تبخر ماء البحر، صح؟ الجبس كبريتات كالسيوم ماله مائيه، دي طريقه فيزيائيه. الطريقه الكيميائيه ان انا اجيب الانهيدرايت اللي هو كبريتات كالسيوم لا مائيه، اضيف فيها مين؟ ميه، يتحول لمائيه يبقى جبس. يبقى الطريقه الفيزيائيه تبخر ماء البحر، الطريقه الكيميائيه اضافه الماء للتركيب الكيميائي للانهيدرايت فيتحول الى مين؟ كبريتات كالسيوم مائيه اللي هو مين؟ الجبس. دي طريقه كيميائيه وطريقه مين؟ فيزيائيه. صعبه دي؟ والله دي الحاله الوحيده التميؤ اللي عندك. تمام؟ اخر حاجه بقى اختلاف ظروف السطح مع ظروف تكون المعادن، ونقفل بيها الدرس ان شاء الله. بص يا سيدي، هما كم قاعده كده عايزك تسجلهم ورايا. اول حاجه عندي، كلما كان المعدن تبلور في درجة حرارة منخفضة كان مقاومته للتجوية الكيميائية أكبر. كل ما كان الصخر أو المعدن اللي عندي يتبلور في درجة حرارة منخفضة، يعني بيتكون والحرارة بتاعته ايه؟ منخفضة، كان يقدر يقاوم. زي الكوارتز مثلا. الكوارتز معدن من ضمن المعادن اللي بتقدر تقاوم التجوية. ليه؟ ظروف الفيزيائية والكيميائية اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي جاية من عملية التبلور. هو اتبلور في حرارة منخفضة فيجي يتعرض لعوامل الجو ما يتأثرش. ليه؟ بلورت في درجة حرارة ايه؟ منخفضة. على عكس المعادن التي تبلورت في درجة حرارة ايه؟ مرتفعة، فإنها أكثر عرضة لمين؟ للتجوية. زي مين عندي؟ الميكا والفلوسبار. نطبق بمثال اللي هو مين؟ الجرانيت. بص يا سيدي، الجرانيت فيه 3 معادن: ميكا سوداء اللي هي البيوتايت، فلوسبار أرسوكليز بوتاسي، ومعدن الكوارتز. لو جينا رجعنا لتفاعل بوين زي ما قلنا هنلاقي ان الميكا السوداء والفلوسبار البوتاسي درجة حرارتهم بتكون ايه؟ مرتفعة، او بيتبلوروا في درجة حرارة ايه؟ مرتفعة. اما الكوارتز يتبلور في درجة حرارة
منخفضه. لو طبقت القاعده دي هتلاقي ان الكوارتز اللي اتكون في حراره منخفضه يقدر يقاوم، انما الميكا والفلوسبار اللي اتكونوا في حراره مرتفعه ما يقدروش يقاوموا. طب اللي مش هيقدر يقاوم هيحصل له ايه؟ هيحصل له عمليه تجويه. طب ايه عمليه التجويه الكيميائيه اللي تعرضوا لها؟ عمليه كربنه. الميكا هتبقى طين، والفلوسبار هيبقى كولينايت، والكوارتز ما بيتاثرش. تمام؟ الراجل بيقول لي الفلوسبار معدن ضعيف جدا تحت تأثير حمض الكربونيك. يبقى الفلوسبار بيحصل له عملية كربنة، بما ان ده معدن من ضمن معادن الجرانيت، والمعدن ده حصل له كربنة، يبقى الصخرة حصل له كربنة، الجرانيت حصل له كربنة. هروح اكتبه اهو، ده الجرانيت اهو. طب الجرانيت ده حصل له كربنة ليه؟ عشان المعادن بتاعته حصل لها ايه؟ كربنة. اذا اي حد المعادن بتاعته نفس معادن الجرانيت هيحصل له كربنة. طب مين هي المعادن اللي نفس معادن الجرانيت؟ اللي هي الايه؟ الحامضية، صح؟ الجرانيت والميكرو جرانيت والبيومس والاوبسيديان والرايولايت. يبقى انت كده عندك كام صخر بيحصل له عمليه كربنه؟ عنده رسوب حجر جيري، عنده رخام متحول بيحصل له كربنه، وعندي كام دلوقتي؟ 5 بيحصل لهم عمليه ايه برضو؟ كربنه. بس دي صخور ايه؟ ناريه حمضيه، جرانيت، ميكرو جرانيت، بيومس، اوبسيديان، رايولايت. ولو لاحظنا بقى بسرعه كده هنلاقي ان اللي بيحصل لهم اكسده الفوق قاعدي ومين؟ والقاعدي. واللي بيحصل له كربنه الحامضي. اذا المتوسط ممكن يحصل له عمليه اكسده او عمليه كربنه، لانه واخد من القاعدي واخد من الحامضي. لما اجي اقول لك من هي الصخور التي تمتزج بمعادن قاعديه وحامضيه؟ المتوسط. طب بما ان القاعدي بيحصل له اكسده والحامضي بيحصل له ايه؟ كربنه، يبقى المتوسط ممكن يحصل له اكسده او كربنه حسب التاثير الموجود. يعني مثلا لو جبنا صخر الانديزايت مثلا وتعرض في منطقه صناعيه، والمنطقه الصناعيه دهيت فيها ميه مع اكسجين، يبقى هيحصل له اكسده. طب ثاني اكسيد كربون مع ميه هيحصل له كربنه، يعني معرض لكده او ايه؟ او كده، لان موجود فيه المعادن اللي ممكن ايه؟ تتاثر. الكوارتز، وده المعدن الوحيد اللي صعب تقدر تميز بيه ان ده الحاجه دي حصلت تجويه كيميائيه او ميكانيكيه. عارفين ليه؟ لانه ما بيتاثرش، صح؟ نختم بقى ب3 كلمات بالظبط. لو شفت كولينايت يبقى دي تجويه كيميائيه. ما نوع التجويه الكيميائيه؟ كربنه. يبقى معدن سيليكاتي لامائي يتحول لمعدن سيليكاتي مائي، ما تقولش تميز، كربنه. لان السيليكاتي اللامائي ده الفلوسبار يتحول لسيليكاتي مائي كولينايت، والراجل بيقول ان الفلوسبار بيحصل له عمليه كربنه. يبقى سيليكاتي لامائي مع سيليكاتي مائي ده يبقى اسمها عمليه كربنه. انما كبريتات مائي وكبريتات لا مائي بقى مائي، الجبس والانهيدرايت، يبقى عمليه تميز. لو لقيت طين فاعرف ان الطين ده جاي منين؟ من الميكا. لقيت مكتوب تربه زراعيه، ما هي التربه الزراعيه بتتكون من الطين، والطين ده ناتج من التجويه الكيميائيه اللي حصلت لمين؟ للميكا. لو شفت طين تربه زراعيه كولينايت ترجم كده على طول ان دي تجويه كيميائيه. لو شفت كلمه تم الانفصال يعني المعدن حصل له انفصال، زي الفلوسبار ينفصل جسمه ويبقى كولينايت، يعني حصل له ايه؟ تجويه كيميائيه. كل دي تجويه كيميائيه. انما بقى شفت بقى الفلوسبار، شفت الميكا، شفت البيوتايت، شفت الماسكوفايت، شفت الكوارتز، فدي اسمها تجويه ايه؟ تجويه ميكانيكيه. الكوارتز تشوفه بقى ما تعرفش بقى تقول هو ميكانيكي ولا كيميائي، لانه في كلا الحالتين ما بيتغيرش. ده الدرس الاول في الباب الخامس. وخلي بالك الدرس ده مش درس عادي، دي مقدمه للباب كله. تمام؟ يلا سلام عليكم.